يا عم جمعة، طب وكلام الناس يا عم؟ خليك ورا كلام الناس لحد ما نجيبك ورا. العب. باشا معلش، هو انا ماليش والله في الحوار، اسف عايز اتدخل، بس عايز اقول لك على حاجه. مهما هتعمل هيقولوا عليك ويجيبوا سيرتك. في ناس هتقول انك ظالم، وفي ناس هتشكك في مسيرتك، وفي ناس مهما هتعمل ليهم عمرك ما هتعرف ترضيهم. هيقولوا العيب فيك مش فيهم، وفي كل مكان هيجيبوا سيرتك. فمهما هتعمل هيقولوا عليك ويجيبوا سيرتك. هيقولوا عليك انك ناقص، وانت لا ناقص ولا ناقصك شيء. كنت مزودهم في حياتهم، ومن غيرك نقصوا وما بقاش ليهم ايها شيء. كان ليك في حياتهم 100 لازمه، وهم عملوا لك 100 ازمه. خدوا منك وادوك بالجزمه، وانا اسف يا باشا على التعبير، انا اسف جدا على التعبير. لكن دي الناس، مهما هتعمل علشان ترضيهم هتلاقي الناس دي بتتكلم وبتغلط فيك. هيقولوا عليك يجي 100 حاجه، وانت مفيش فيك منهم حاجة. انت عشان طيب بسذاجة صدقت الضحك اللي في وشك. ياما ناس هتقولك بتحبك وقلوبهم سودا وبتغشك. في الوش بيحضنوا ويسلموا، وفي ظهرك بيروحوا يتكلموا. بيقولوا عليك أسوأ إنسان، وانت عايش حالك مع حالك. سايب الناس عايشة في حالها، ومحدش سايبك مع حالك. فبلاش ترضيهم، وبلاش كل يومين تيجي على نفسك، وبلاش تعمل للناس دي حساب وتعطل وتأخر نفسك. تقدر تعتبر الناس دي كلاب عمالة تعوي وانت ماشي طريقك ما بتسمعش. اعمل ما بدالك، ما تفكرش، كده كده هيقولوا فما فرقتش. وان كان في حياتك فعلا في اصحاب جدعان هيزقوك علشان تطلع قدام وما ترجعش. فاعمل ما بدالك وعيشها بحالك، كده كده هيقولوا فما فرقتش. انا قلت اقول لك بس الكلمتين دول، وانا اسف اني اتدخلت والله. معلش استاذن. الله يكرمك يا باشا، الله يكرمك يا باشا. ناقصكم حاجه تانية؟